السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة عملت لكم مسقعة بلدي مشطشطة بالخل والثوم بالطريقة الأصلية المظبوطة، حاجة كده تفتح النفس من جمالها وحلاوتها وريحتها المميزة. تعالوا شوفوا الطريقة، بس ما تنسوش الاشتراك واللايك. قشرت البطاطس وقطعتها صوابع وغسلتها وصفتها ورشيت عليها ملح وقلبتها. ودي الطماطم غسلتها وقطعتها، وهحط عليها 2 فلفل حامي ومعلقه صغيره ثوم مفروم وهفرمها في الخلاط. وجبت بتنجان رومي غسلته الاول وقشرته بالطريقه دي، سبت فيه من القشر بتاعه ورشيت عليه ملح وقلبته وحطيته في مصفى عشان لما ينزل ميته. وده الفلفل الحامي اللي بيدي طعم جميل للمسقعة. غسلته وهعمل فيه فتحة بالسكينة عشان لما اقليه ما يفرقعش. وعاوز خل وزيت وثوم مفروم. تعالوا بقى نحمر البطاطس الاول. التحمير ليه ترتيب، ابدأ بالبطاطس وبعدين الفلفل وبعدين البتنجان. والمسقعة ملهاش مقادير، اعملي اللي يكفي عدد افراد الاسرة. يعني لو اسرة مكونة من 4 افراد ممكن كيلو بتنجان ونص كيلو بطاطس، والفلفل اختياري وحطي اللي انت عاوزاه، والطماطم نص كيلو تقريبا. دي كده اخر صينية من قلية البطاطس. بعد كده بقى هقلي الفلفل، ولو مش عايزة فلفل حامي ممكن تحطي فلفل رومي، بس الفلفل الحامي بيديها طعم اجمل. والفلفل خدي بالك في القلية لانه بيتقلع على طول يعني، وما تنشفوش وما تسودوش. هو اديله تقليبتين كده بيستوي بيتحمر على طول. وطبعا وانتي بتقليه ريحة الفلفل بتبقى طالعة جميلة قوي. بعد كده هقلي بقى البتنجان. البتنجان هنا اتقل على ناحية هقلبه على الناحية التانية واخلي لونه ذهبي جميل كده. ولما اقلبه اخلي بالي ان الناحية التانية ما بتاخدش وقت في التحمير، تتحمر على طول. هو اول ناحية بس اللي بياخد وقت، تاني ناحية تتحمر على طول. هقلي بقى البتنجان كله وبعد كده نعمل الصلصة. حطيت الطاسة اللي هعمل فيها المسقعة وحطيت فيها زيت، ولما الزيت سخن حطيت معلقة صغيرة ثوم مفروم ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة وهحمرهم. وبعد كده احط الخل، اسيبه ياخد غلوة كده صغيرة ويطلع ريحته. بعدين احط عصير الطماطم واحط ملح ونص معلقة نص معلقة صغيرة كمون واقلبها واسيبها بقى تاخد غلوتين. انا مش هصلصها، انا هخليها تاخد غلوتين بس. بعد كده اطفي عليها واحط بقى الحاجات اللي انا قليتها، بطاطس والفلفل والبتنجان، واديها بقى كلها كده مع بعض تقليبه. ومعاكي احلى واطعم مسقعه بالخل والثوم. هاتي بقى صف عيش واقعدي كلي. خلي بالك اوعي تاكلي صوابعك وراها. وبألف هنا وشفا، وما تنسوش الاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.